السلام عليكم. أيهما أفضل، خميرة الخبز أم الخميرة التي تباع في المحلات البيطرية لعجول التسمين؟ بعض الناس حصل لها تشتيت نتيجة لسماع آراء مختلفة حول هذا الموضوع. خلينا نقول أولا أن خميرة الخبز تستخدم في الريف المصري من عشرات السنين، قبل حتى ما تنشأ المحلات البيطرية. يمكن أنا نفسي من الأرياف، وكنت بشوف الفلاحين بيجيب ربع قالب الخميرة ويضربه مع العسل الأسمر ويحطه على مية ويسقيه للأبقار، وكان ده فاتح للشهية ومدعم لصحة الحيوان وللجهاز الهضمي. يبقى تستخدم خميرة الخبز بنجاح في الريف المصري من قديم الأزل. تاني حاجة إن إحنا لما بنضع الخميرة، المقصود هنا الشغل على الحبوب قبل الكرش الحيوان. معلوم ان الخميرة اللي في كرش الحيوان مختلفة عن الخميرة نوع الفطر، يعني اللي موجود في خميرة الخبز. انما خميرة الخبز بتشتغل كويس جدا على الحبوب، وهي بتستخدم في الخبيز وخلافه. اذا لما اضع خميرة الخبز على العلف وبعدين ياكلها الحيوان وتقعد في كرش الحيوان 10 ساعات او 8 ساعات تشتغل الخميرة على الحبوب، ده بيدي نتيجة ممتازة وبيساعد في الهضم. ثانيا، الخميرة مصدر البروتين، يعني حتى الحيوان لما بيهضمها بتعتبر مصدر جيد للبروتين وفيتامينات مهمة جدا، منها فيتامين ألف. شيء مهم بقى جدا جدا جدا، وهو ان الخميرة اللي موجودة في المحلات البيطرية جزء كبير منها، أو على الأقل خلينا نقول جزء منها ضعيف للغاية، وذلك نتيجة للسعر المتدني اللي بتباع به. على سبيل المثال، بعض الأصناف بتباع ب20 جنيه أو أقل من 20 جنيه، بينما إن سعر الغلاف اللي بتغلف به أو الكرتونة يصل أحيانا إلى 3/4 هذه القيمة. سبب آخر إن الخميرة اللي موجودة في المحلات البيطري لو مستوردة بتبقى مرتفعة السعر جدا، يعني الكيلو بتاعها بيصل إلى 80 جنيه وإلى 90 جنيه، وفي بعض الخمائر بتصل إلى 200 و250 جنيه. فبيبقى مرهق على بعض الناس إنك تضيف 5 كيلو أو 6 كيلو على الطن، أو 2 كيلو على الطن، أو حسب سعر الخميرة، في حين إن خميرة الخبز متوفرة ومضمون إنك تكتشف إذا كانت مغشوشة ولا لا. احنا مش بنقول ان خميرة الخبز على المطلق افضل من خميرة المحلات، ولكن في هذه الظروف اللي فيها ارتفاع في سعر الخمائر المستوردة، يبقى خيار خميرة الخبز خيار رائع، لانها منتج محلي وبالتالي سعرها هادي ومناسب للسوق المحلي. ثانيا، ان احنا متأكدين انها مش مغشوشة، انك بتروح تجيبها من السوبر ماركت فريش لسه متصنعة. هي بتستخدم للمخابز، وبالتالي فرصة الغش فيها مش تبقى موجودة، وتقدر تستخدمها الحيوان في مضمون النتيجة اللي هي هتديها، سواء كنت خلطتها بالعسل واديتها للحيوان، سواء كنت حطيتها مع السكر وترشها زي ما احنا قلنا، سواء خلطتها مع العلف زي ما احنا أضفنا، وبالتالي تقدر تستخدمها، ولكن في ضوء المحاذير اللي احنا قلناها في فيديوهات الخميرة. إذا خلينا نجمل ما قلناه ونقول: لو حضرتك هتقدر توصل لخميرة بيطرية خصيصا جيدة بسعر مناسب ومش متعرضة للغش، يبقى الجأ للخمائر اللي موجودة في الصيدليات البيطرية، ودي اللي احنا بننصح بيه فيما يخص خلطات الأعلاف. إنما لو هتجرع الحيوان، هتديله فاتح للشهية مع خميرة مع العسل تخلطها، هتخمرها مع السكر، يعني انت مش قادر توصل لخميرة مضمونة بيطرية، يبقى خيار اللجوء إلى خميرة الخبز هو خيار رائع. وعلى فكرة احنا لما بنقول الخميرة بتتحط بطريقة الرش وكذا، اعرف ان ده مجرب في مزارع ورافع التحويل وجيد ونتائجه جيدة، مدام في إطار الجرعات اللي احنا بنتفق عليها. والجرعات لو زادت في كل الأحوال، أي حاجة هتزيد عن الجرعة المطلوبة هيبقى ليها ضرر. جملة أخيرة: ليس كل البحث في السوشيال ميديا جيد. يعني أحيانا يعني مثلا على سبيل المثال،
لو انت بحثت عن بودرة البلاط هتجد مساوئ كثيرة جدا ليها في السوشيال ميديا او في شات جي بي تي او في البحث. انما بودرة البلاط اللي مستخدمة عندنا هي نفس البودرة اللي بتستخدم اللي بيصنع منها الحجر الجيري. طبعا هو انقى، هو اكثر يعني مناسبة، لكن هي مش ضارة. احيانا الالفاظ اللي بتكون موجودة في وسائل البحث بتختلف عن الالفاظ المستخدمة في بلادنا، وبالتالي في الاول في الاخر خد معلومة من السوشيال ميديا، خد معلومة من محركات البحث، ولكن لابد انك برضو تتبع حد استشاري فاهم في اي قطاع حضرتك بتبحث عنه.